طب في راي حضرتك الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان ضحيه مين؟ مفيش حد ضحيه حد. ما كانش فيه لا يعني انا ما اقدرش اقول، الناس بتتكلم عنها ان هو ما كانش هو اللي بيدير شؤون البلاد. لا ما اظن، لا 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 انا انت بتدافعي عنه على اي اساس يا دكتور؟ لا بالعكس، ده مش دفاع. ما انت لو قلتي بصي كان زمان ايام عبد الناصر لما اكتشفنا بقى امن الدوله واكتشفنا الناس، يعني احنا على ايامنا في ناس اللي اتقبض عليها في الستينات اواخر الخمسينات في الستينات، في ناس اتضربت وماتت قبل ما تخش الزنزانه زي شهدي عطيه الشافعي. وكان في دكتور اسمه حداد عندنا في شبرا، كنت دايما وانا صغيره رايحه المدرسه ابص على الاجزخانه اللي مقفوله واسال، يقولوا لي اصله معتقل. اكتشفت انه مات اول ما دخل معتقل. لما جينا نفتح الكلام ده يقول لك اصل هو ما كانش يعرف. لا دي مصيبه. يعني مصيبه لو هو عمل ده. يعني اخطاء النظام السابق المصيبه الاعظم اللي ده يتعمل وهو مش ما يعرفش ازاي. امال رئيس الدوله ازاي؟ رئيس الدوله عشان تعرف. ده اللي احنا بنقوله يا دكتور حضرتك. يعني النهارده لما كل واحد يقول ان اساس اي فساد، اي مشكله، اي حاجه حصلت سلبيه في هو مسؤول عنها، يبقى ليهم حق بقى وقتها. يعني في حكم فرد. يعني حبيب العدلي وزير الداخليه الاسبق قال ان هو اخذ اوامره باطلاق النار على المتظاهرين من الرئيس مبارك، وقال لما انه رئيس المجلس الاعلى للشرطه. وقال انا ما اعرفش مدى صحه الكلام ده، اشك فيه لسبب بسيط جدا. ده في التحقيقات والكلام ده اتنشر لو كان هو اخذ الاوامر من الرئيس مبارك مشى لي وعمل لي الفراغ الامني الفظيع اللي حصل والبلد اتبهدلت. يعني لو كان رئيس مبارك هو اللي عاجبه قوي ضرب المتظاهرين بالنار، مشى العدلي بسرعه ليه؟ وخد شبابه وظباطه وعساكره وجري وساب البلد منها كده للهوا. يعني بهدلنا، البلد بهدلت، البلد خسرت، والبلد فيها حاجات اتدمرت. كل ده كان عشان هو عايز يضرب نار اكتر، يعني مثلا مشاه. مش فيش منطق في ده. انما هو بصي هو في تلطيش، ومش المفروض اصلا ان الاقوال اللي في التحقيق دي تطلع في الصحف بالشكل ده كمان دلوقتي. نهدى كده عشان انا اعرف ماذا يتم. انا نفسي ان القضاة ما يتأثروش برأي العام، ما يحاولوش يرضوا حد. دي مشكلة كبرى طبعا. أنا بترعب من إن القضاء بالذات يخضع للرأي العام. دي مصيبة على فكرة. لا إن شاء الله احنا يعني نأمل فيه، واحنا واثقين إن القضاء المصري من قضاء نزيه جدا. وهنرجع نكمل حوارنا الممتع مع حضرتك، بس اسمحي لنا فاصل سريع هنروح معاكي ومع كل مشاهدينا ونرجع لكم فورا. خليكم معانا. ومرة ثالثة وبحييكم من جديد، ورجعنا بعد الفاصل مع الدكتورة لميس جابر. نورنا يا دكتور. وعشان نقفل بقى الجزئية الأخيرة اللي كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل، سؤال أخير ليه علاقة بالفن والسياسة. لو هتختاري شخصية في مسلسلك عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك تأدي دور الرئيس مبارك، يا ترى تختاري مين؟ ما اختارش حد. اقول لك ليه؟ لحسن يتحط في القائمة السوداء؟ لا 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 والله، لان انا قريت الحقيقة حاجات غريبة جدا. يعني يا سبحان الله، الدنيا دي اصلها ما تختاريش حد. يعني ايه؟ يعني ما تفكريش تعملي مسلسل؟ كان في فنانين بيتنافسوا على مين يعمل الضربة الجوية من سنة. واذا بي افاجئ بحد يقول لك يا ساتر اعمل الضربة الجوية دي، عار يا راجل. تفتكري لو احمد زكي الله يرحمه نجم الكبير كان موجود النهارده بعد الظروف دي كان يقبل يعمل الدور ده؟ ما اعرفش الحقيقة، انما الضغط شديد والتيار شديد ومش كل حد يقدر يقف قدام. بس انا لو هعمل دراما مش هعمل الضربة الجوية. انا هنتهي عند بداية الضربة الجوية. انا هبتدي مع وزير الدفاع الجوي والطيران كان حسني مبارك. لما استلم بعد النكسة الطيران. مش هتوصلي لحد احداث 25 يناير؟ لا، هعمل الجزء ده بس في حياته. وصلت اجابتك يا دكتور. هنروح بقى لمحور في حلقتنا، محور مختلف شوية، ومحور عن الأحزاب والفيسبوك. تؤيدي ولا ترفضي ان يبقى في حرية وفتح باب امام اي حزب سياسي اي شخص يحب ينشئه؟ انا طبعا بصي، يعني احنا طالما بنتكلم في ديمقراطية وحرية وحاجة زي كده، ما اقدرش اقولك لا للأحزاب. اي حد ان شاء الله على حزب وداد قلبي يعمله، يعني مش مشكلة. وهتصفي نفسها، القوي هيقعد والضعيف هيتلاشى مع الوقت.
لكن في صالحنا ان يبقى في هذا الكم من الاحزاب، ولا البعض واخدها شهره؟ شوفي اقول لك على حاجه، هو ده الكبت السياسي اللي الناس كلها عايزه تمارس الحياه الحزبيه دلوقتي، لان المفترض ان الايام اللي جايه هيبقى فيها ديمقراطيه، هيبقى فيها احزاب بمعنى الكلمه، وهيبقى فيها تداول السلطه. ده احلى حاجه في الدنيا، احلى نظام. انا يعني في رايي ما قبل الثوره كان في تداول السلطه، صحيح كان في اقليات، حكومات اقليات بتحكم، انما كان بتعملي انتخابات نزيهه، الحزب اللي يفوز يشكل الوزاره. الافضل يبقى في احزاب كتيره بالكم ده، كتيره هتصفي نفسها، ولا بالظبط هيبقى في تفتيت القوات السياسيه؟ لا طبعا مش هيبقى عندك انت حزب، طبعا اصلا الوطني ده ضيع الدنا، الوطني البلد كلها وطني والمناصب كلها وطني، ورغم كمان الاعلان عن كل الاحزاب اللي تحت التاسيس، ما سمعناش لسه لغايه دلوقتي عن ولا حزب للمراه. مش المفروض يبقى في حزب للمراه، المفروض المراه تبقى موجوده في كل الاحزاب السياسيه. حزب المراه ده في الطبيخ ما بحبش انا خالص على فكره. انا عشان كده يعني في ناس ستات بيزعلوا مني. انا رايي ان حتى حقوق المراه، حتى جمعيه المراه والطفوله والحاجات دي، لو انت مجتمع متحضر المراه هتبقى متحضره وهتاخد حقها. مجتمع متخلف لا الراجل ولا الست واخدين حقوقهم. هو كان الراجل بياخد حقوقه السياسيه، ده الراجل كان مقهور اكتر من المراه وما زال يعني. يعني ما نقدرش نقول الدنيا اتغيرت، انما الست اللي عايزه تخش سياسه. ومع كده انت مع ضروره ترشح المراه لمقعد الرئاسه؟ لسه شويه. يعني اللي بينادي النهارده بان المراه من حقها ترشح نفسها في الانتخابات القادمه، مش لما يبقى الراجل من حقه يرشح نفسه الاول. احنا لسه بنقول يا هادي، يعني لسه هنجربها. اللي عايش النهارده يعني نجرب في الراجل الاول. نجرب في الراجل الاول، شوفوا ناوي يعمل ايه. احنا النهارده كام سنه؟ من 52 لغايه النهارده كام؟ 60 سنه. 60 سنه تقريبا. 60 سنه. هنجرب ننتخب رئيس جمهوريه، تخيلي. اول مره فعلا. ده اول مره. طب اجربها في الناس اللي تستحمل بقى. بنشوف دلوقتي على الفيسبوك وعلى الانترنت بعض الجروبات بترشح شخصيات رياضيه، شخصيات فنيه لرئاسه الجمهوريه، جروبس كتير قوي زي ابو تريكه. مع احترامي للجميع، يعني انا بس باخد راي حضرتك في فكره ترشيح بعض الناس لشخصيات عامه. بصي، الحكم مسؤوليه جامده جدا وقدرات خاصه. يعني مثلا اللي كانوا بيقول دكتور زويل عالم ورجل علم على عيني وراسي واخد نوبل، انما ايه علاقه العلم بالحكم؟ لا شيء. دكتور مجدي يعقوب نفس الحكايه، قال لك هو اي مصري ناجح يصلح للحكم. طب في ناس بتستشهد امريكا كان فيها رئيس جمهوريه ممثل، ريجن. امريكا على فكره رئيس الجمهوريه في امريكا ما بيعملش حاجه خالص. امريكا فيها سيستم ممشيها. رئيس الجمهوريه ده صلاحياته لا يعني تذكر. اوباما بيشتغلنا يا دكتور. طبعا امريكا بمصطلحات بقى ايه اللي هي في مقالاتك. بتضحك علينا. بصي انا اول ما جه اوباما عندنا قلت ده الاونطه الامريكاني المزوقه. انت عارفه ازاي الرئيس يبقى اسهمه في النجاح انه اسمر مش ابيض. الشعب الامريكاني على فكره ملوش في السياسه خالص. انت قولي له بس هتدفعني ضرايب قد ايه وهتديني، بس هو بيحسب دولاراته كده، اللي يجي يخفض له هنتخبه. شعبه مسالم ان شاء الله تكوني جايبه له واحد من ليبيا، يعني ما عندوش مشكله. فسيبك من ده، انا بتكلم على رئاسه دوله. بمنطقنا احنا. اللي حضرتك مع بقى الحكم البرلماني ولا الجمهوري؟ طبعا البرلماني، بس مش هينفع دلوقتي خالص. مش هينفع دلوقتي. امال ايه اللي ينفع الفتره الجايه؟ رئاسي ودستوري فقط. لان بصي الحرفيين الانتخابات مش احنا. انا قصدي مش بس على مستوى الانتخابات وعلى مستوى الحكم سواء رئاسي او برلماني. عشان تعملي برلمان. ايه اولويات المرحله اللي جايه بالنسبه لنا كمصريين؟ ايه اهم الاشياء؟ برضو يعني عدي لي 5 حاجات اهم من وجهه نظر دكتوره لميس جابر. نمره 1 احب اسمع. نمره 1 قبل الدستور وقبل الانتخابات وقبل البدنجان كله دوت. نمره 1 القانون، سطوه القانون، سطوه. يعني انا عايزه امشي الاقي حد بيتمسك بالكلبشات في الشارع بالقانون. نعم. البلد
يحصل فيها استتباب للامن الشديد، يحصل فوره في العمل. 3 جنان، الناس تشتغل إنتاج. تحاول تعوض 3 اشهر. نعم. مش 3 اشهر عطله، ده 3 اشهر فيهم عطله فيهم خراب. حتى لو بعضهم هيعمل بالاجور القديمه او يمكن مش اقل، اشكال بس دلوقتي، مش مرحله هنصلح مؤقته. كل حاجه. انا اجيب فلوس منين؟ الناس على فكره عشان ترضي الاعتصامات الفئويه دي بتسحب من الاحتياطي. تمام. ده احنا هنروح في داهيه. 4 ابتدي لما يبقى في عندك امن وشغل والبلد بدات تتحرك وقانون وتمشي مسيطر. وقانون أيوة. مسيطر، ابتدي هنا اعمل دعايه برلمانيه. انا كان نفسي تبقى رئاسيه الاول، انما للاسف هتبقى برلمانيه. الدعايه البرلمانيه لازم تاخد وقتها عشان انا اعرف مين دول، لان انا اخشى الوجوه القديمه ترجع لي تاني. بس بدل ما اللي هيرشح نفسه المقطم يروح الجيزه، وبتاع الجيزه يروح حلوان، وبتاع حلوان يروح اسوان، ولو راجل بقى اعرفيهم مش هتعرفيهم. لو راجل بقى الحمد لله انا مش راجل. حضرتك شايفه ان زي ما بيقولوا دلوقتي ثوره 25 يناير هي اكتر ثوره يمكن في التاريخ طلع عليها نكت وافيهات؟ العصر. هي الحقيقه انا كمان ما اقدرش اقول ثوره يعني بمعنى الثورات، هي تقدر تقولي انتفاضه شعبيه. ما بلاش يا دكتور، مش يعني ما بلاش الجمله دي. لا ثوره وزنجه زنجه. انا وصلت الى مرحله من العمر لابد ان ارضي نفسي اولا، وارضي ضميري وعقلي اولا. مش فاضي ارضي حد، ما فيش وقت عندي. يعني زي ما بيقول القذافي، ثوره وزنجه زنجه. ده مسمياته جميله جدا. قال لك ده انا لا رئيس ولا انا مش رئيس، انا استقيل ازاي وانا مش رئيس؟ لا ده في الهلاله، ده ضيعنا والله. يعني هجيب لنا الامريكان على حدودنا الغربيه، خدي بالك ودي مصيبه يعني. تمام. انما دي انتفاضه شعبيه جميله جدا، رائعه جدا، اسقطت النظام. انا عايزه ثوره تقيم نظام. اخر سؤال في الحلقه، وانا زعلانه ان الحلقه خلصت بسرعه. تيجي نعمل 3 يا ريت. ترشحي مين او مين تتمني ان يكون اسمه مرشح من الاسماء اللي هتترشح لرئاسه جمهوريه مصر العربيه في الانتخابات القادمه؟ انا عندي 2 اتمنى. مين يا دكتور؟ عمرو موسى، الدكتور الجنزوري. عمرو موسى ودكتور الجنزوري. بشكرك على صراحتك، ومش كتير بيجي يقول اسماء على فكره. البعض فعلا بيبقى منتظر. بصي دول ناس برنامج وطنيين جدا. خبرتهم باداره هذا الوطن طويله. تمام. قدرتهم على الاداره عاليه، وناس شباب جدا في التوجه. تمام. بشكرك على بجد صراحتك ووضوحك ايا كانت النتائج. الله يخليك. دي شيء بحييه في حضرتك طبعا، وانا يعني انا صغيره قوي عشان الغلط بس وقعتيني. لا خالص اطلاقا، لا والله بالعكس. انا سعيده ان في حد بيعبر عن رايه بصراحه من غير خوف، لان دي الديمقراطيه اللي احنا بنطالب بيها. بالظبط. سواء كنا بالزبط. مع الراي او ضده، من حقك تقول رايك. بالظبط. بشكرك على وجودك معانا، وبشكر كل حضراتكم. وكلمه اخيره، كن سيد ارادتك وعبد ضميرك. سلام عليكم.